في الفيديو بتاع النهارده انا جاي اكلمك عن واحده من احسن السماعات اللي موجوده في الفئه المتوسطه في مصر، وهي الواوي فريبادز اس اي 2. السماعه دي بتقدم قيمه ممتازه مقابل السعر بتاعها، واللي بيجي هنا بحوالي 2200 ل 2500 جنيه. وعايزين نتعرف النهارده في الفيديو بتاعنا على مميزاتها وعيوبها، تشتريها ولا ما تشتريهاش، ده اللي هنعرفه في الفيديو النهارده. هنعمل لها انبوكسنج مع بعض ونجربها على السريع واقول لكم رايي فيها. وكالعاده معاكم محمد ابو العزيز، قناه ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. اوكي، خليني اشكر اولا صديقي محمد فؤاد او فؤش، لان هو اللي اداني السماعه بتاعته اجربها. وعايزين بسرعه كده نبص على العلبه من الظهر، مكتوب عليها شويه سبيكس، من ضمنهم مكتوب انها بتديك 9 ساعات في الشحنه الواحده. بص عشان اكون صريح معاك، انا لسه ما جربتهاش، انا هفتحها معاكم النهارده انبوكسنج وهسمع صوتها مبدئيا كده واقول لكم رايي فيها، ولو عجبتكم ممكن نبقى نعمل عنها فيديو مراجعه تفصيليه ان شاء الله، نستعملها لمده اسبوع ولا حاجه. فزي ما قلنا مكتوب عليها انها بتقعد 9 ساعات في الشحنه الواحده، و40 ساعه لما تستعملها او لما تشحنها بالكيس بتاعتها. لما يبقى معاك الكيس وتحط السماعات فيها تقعد معاك حوالي 40 ساعه. كمان من ضمن الفيتشرز اللي فيها المكتوبه هنا انك ممكن بشحنه واحده 10 دقائق تديك 3 ساعات استماع للميوزك. طبعا هي بتسبورت بلوتوث 5.3 علشان يبقى الكونكشن بتاعها سريع وسلس، علشان ما تقطعش منك مثلا او تلاقي الصوت كل شويه بيفصل. وطبعا هي مقاومه لرذاذ الماء البسيط كده بمعيار IP54. طيب المواصفات قويه، ولكن تعال نفتح ونشوفها مع بعض. ماشي، بص هي ليها فتحه بسيطه كده جدا جدا من هنا، سيمبل قوي كده بالمشقلب اهي، وتفتح كده اهو. بوكس فاضي. عندك طبعا الستارت جايد ودليل التشغيل والحاجات اللي احنا ما بنستعملهاش دي. وعندك هنا الكيبل بتاع الشحن بتاعها، واللي بيجي من نوع تايب سي تو USB-A العادي خالص. وبصراحه الكواليتي بتاعته محترمه، بتفكرني بكواليتي الشواحن بتاعه الساعات بتاعه واوي. الحاجه اللي بعد كده الوارنتي كارد بتاعها. طيب نخلي ده كله كده على جنب ونيجي للسماعه نفسها، واللي هنا يا جماعه شكلها شيك قوي مقارنه بالسعر بتاعها. انت بتتكلم على حاجه يعني فئه متوسطه، للاسف بقينا نقول على الفئه المتوسطه 2500 جنيه. انا عايز اقول لك من 3 سنين الفيديو اللي عندك في الايفون لو كنت شفته ب 2500 جنيه كنت مشتري الجالاكسي بادز برو، ولسه معايا لغايه دلوقتي بقى لها 3 سنين ما شاء الله عليها، تحفه. طيب دي الواوي فري بادز اس اي 2، طبعا مصنوعه من خامات بلاستيكيه، ولكن الكواليتي بتاعتها محترمه قوي. بتفكرني بالايربودز الفيرست والسكند جنريشن، هي حاجه ما بينهم، هي لا ثيرد جنريشن ولا سكند جنريشن، لان السكند جنريشن اي ثينك ارفع من كده شويه، والثيرد جنريشن بتبقى اعرض من كده شويه، فدي واخده الشيب اللي ما بينهم. وزنها بصراحه في الايد حلو، ومصنوعه من البلاستيك الجميل دوت. عمل الحركه بتاعت عمر دايزر بحبها قوي، اللي هي دي تنجح في انك تفتحها بايد واحده. وعندك LED هنا لونه اخضر اهو بسيط كده بينور اول ما تفتحها. ادمان بصراحه. الماجنتكس بتاعتها جميله قوي، ان انت بتفتحها بتتفتح بسرعه وبتتقفل، تحسها بتتقفل بصعوبه كده. والسماعه جوه واو، الماجنتيك بتاعها قوي قوي يا جماعه. في معظم السماعات الرخيصه لما بتعمل كده تلاقي السماعه كل واحده فيهم طارت في حته، ولكن هنا السماعات ممسوكه بماجنتيك من تحت قوي قوي. طيب الديزاين بتاع السماعات بقى نفسها من جوه، من السماعات اللي هي او الديزاين اللي هو اسمه اوبن فيت، يعني ما بيبقاش فيها اير تيبس داخله جوه ودنك، لا هي مفتوحه كده بحيث ان وانت سامعها بتبقى سامع العالم الخارجي بكل وضوح. عندك من تحت هنا طبعا الميكروفون، وعندك هنا ادي السماعات من جوه اهي، ادي السماعه نفسها. تحت هنا في الماجنتيك والتشارج كونكشن بوينتس اللي هي لما بتبقى جوه الكيس بتخليها تشحن. وعندك من هنا من ورا الحته البسيطه دي، واللي لما تركز فيها كده هتلاقيها تاتش. طبعا السماعات دي انت بتتحكم فيها عن طريق التاتش. من تحت عندك هنا مدخل التايب سي، ولو لاحظت فالكيس هنا ما فيهاش اي زراير خالص. يعني مثلا الجالاكسي بادز برو بيبقى فيها زراير، انما دي هو ما شاء الله عليها عندك بس لوجو واوي البسيط. طيب تعالى نوصلها بقى على الموبايل واعرفك بتوصل ازاي، لان هي بصراحه بتتوصل بصعوبه قوي، يعني طلعت عيني بتاع نص ساعه قبل ما عرفت اوصلها. طيب خطوات التشغيل بتاعتها ايزي قوي، وهي انك بتخش على ابلكيشن او تعمل داونلود لابلكيشن اسمه AI Live، ده من شركه واوي. وطبعا في او عن طريقه بتعمل اد نيو ديفايس من علامه البلس اللي فوق، وهنا هو بيحاول انه يسكان السماعه علشان يلاقيها. طيب بتلقط بقى السماعه ازاي؟ اول حاجه لازم تبقى فاتح البلوتوث على موبايلك، بتخرج السماعتين، وعندك ورا هنا الجزئين التاتش بتلمسهم لمسه طويله كده، وبتعمل سكان اجين
لو لقطهم اهو خلاص. لو ما كانش لقطها ممكن تحطها في البوكس وهو يلقطها. بس بعد ما لقط كده تروح مدخل دول هنا، وهتلاقي ال LED اللي ورا هنا او اللي قدام هنا في وش السماعه بينور ابيض. هتيجي هنا وتعمل كونكت. خلاص هو بيقول لك عايز تعمل بير مع السماعه، فانا قلت له اوكي خلاص، يبقى هي كده اتوصل. طيب الابلكيشن الانترفيس بتاعته او الواجهه بتاعته بسيطه قوي. هي بتديك معلومات عن البطاريه بتاعت الكيس كلها كاوفر اول، تديك معلومات عن السماعه اليمين وعن السماعه الشمال، which is حاجه قويه قوي علشان تقدر تعرف اذا كانت في سماعه منهم بتشحن او ما بتشحنش. اولا تعالى بس نركب السماعه في ودننا كده اوريك برضو شكلها عامل ازاي. انا بصراحه مش من هواة الناس اللي بتحب السماعات اللي بيبقى ليها ستيم لتحت عاليه كده شبه الديزاين بتاع الايربودز والحاجات بتاعت ابل. انا بحب الحاجات اللي ان اير اللي هي جوه الودن زي الجالاكسي بادز برو مثلا. فهي شكلها هنا بسيط قوي، وعلشان هي اوبن فيت ديزاين فانا سامع الناس كلها اللي حواليها، سامع الدوشه كلها. فاي ثينك انها في المواصلات او في الاماكن الزحمه مش هتبقى افضل حاجه، ولكن هي طبعا الديزاين بتاعها سيمبل قوي وبسيطه كده فلطيفه يعني. طيب خليني بسرعه كده اعدي معاك على ان انت عندك هنا ممكن تتحكم في الايكولايزر بتاعها، تخلي الصوت على ديفولت، والصوت العادي بتاعها بصراحه التريبل فيه اعلى شويه من البيز، ما بتحسش ان في بيز في الميوزك. فالوضع اللي انا حبيته قوي في دول كلهم، انت عندك مثلا تريبل بوست او تريبل بوست، وعندك يعني الصوت بتاع الفوكالز ده بيبقى بيبين الميد تونز اكتر، ولكن انا اكتر صوت حبيته فيهم هو الصوت او الايكولايزر بتاع او الافكت بتاع البيز بوست. البيز بوست ده بيخلي لك السماعه بالانس، بيعلي لك البيز شويه، بيقلل لك التريبل شويه، فبتلاقي السماعه صوتها في ودنك منطقي اكتر. عندك هنا بقى الجستشرز، والسماعه دي انت بتقدر تتحكم فيها بطريقه من الاثنين. اول طريقه تنفع في المكالمات وبره المكالمات، تاني طريقه في المكالمات بس. اول طريقه وهي الدبل تاب، انت ممكن تعمل لها كاستمايزيشن زي ما تحب، ان دبل تاب على السماعه الشمال تعمل اكشن، ودبل تاب على السماعه اليمين تعمل اكشن تاني. فمثلا ممكن تعمل ان دبل تاب على السماعه الشمال او اليمين اي واحده منهم زي ما تحب، تجيب النكست تراك البريفيوس تراك، تعمل بلاي، تعمل بوز، تشغل لك الفويس اسيستنت على الموبايل بتاعك، او تختار انها ما تعملش اي حاجه. ده بالنسبه للسماعه الشمال. السماعه اليمين برضو دبل تاب هنا او هنا تعمل برضو نفس الفكره. ده لو انت مش في مكالمه. لو انت في مكالمه فالدبل تاب تقدر انك عن طريقها يا تاكسبت كول او تعمل اند للكول اللي معاك. عندك هنا بقى بريس اند هولد، وهي انك تفضل ضاغط شويه على السماعه. وهنا انت عندك حاله واحده، لو انت جاي لك كول ممكن تعمل لونج هولد او تبريس على السماعه شويه، فهتقدر انك تكنسل الكول دي. يبقى دبل تاب بتقبل الكول، او ضغطه طويله بتكنسل الكول. بس طبعا انت عندك حاجه هنا وهي اسمها فايند، لو السماعه ضايعه منك فتقدر انك تعمل بلاي ساوند. بص السماعه بتبتدي تعمل صوت علشان تلاقيها، ممكن نشغل السماعتين مع بعض. بس I think انت كده سمعتهم، يعني لو سماعه منهم ضايعه منك ممكن تلاقيها بالطريقه دي. عندك هنا السيتنجز، واللي ممكن منها تشغل وضع اللو ليتنسي علشان ما يبقاش في تاخير بينك وبين مثلا لو انت بتتفرج على فيديو او اي حاجه من الحاجات دي. وطبعا هنا عندك الابديتس، ممكن تتشيك اذا كان في نيو فيرجن من الابديتس او كده. هو هنا احنا في الكرنت فيرجن او في اخر فيرجن من الابديتس. ولكن تعالى نسمع صوتها على السريع، او انا هسمع صوتها، يعني هحاول انقل لك تجربه صوتها كده على السريع واقول لك رايي. طيب بعد سيشن استماع على السريع كده، احب اقول لك ان الصوت بتاعها هو حلو بس انا ما بحبوش. يعني لو انت بتحب الديزاين بتاع السماعات اللي هي الاوبن فيت ديزاين دي هتحب الصوت ده قوي، ولكن انا بالنسبه لي بحسه مصطنع كده. بحب السماعات اللي فيها اير تيبس اللي تخش جوه الودن. فانا هرشحها لك ولا لا؟ انا طبيعي هرشحها لك لان هي سماعه قويه قوي بالنسبه لي. ما بحبش الديزاين ده بتاع السماعات، بس بالنسبه للفئه السعريه بتاعتها بتقدم كواليتي محترمه قوي. لو هتجيب السماعه دي شغلها على الايفكت بتاع الايكولايزر بتاع البيز بوست علشان تستمتع بالبيز اللي فيها. هي البيز اللي فيها متوسط مش اقوى بيز. السماعات دي ما بتقدمش البيز المحترم، ولكن بتبقى حلوه قوي في الكولز عشان صوت التريبل بتاعها عالي، فتبقى سامع الشخص اللي انت بتكلمه بصوت واطي. وبمناسبه الكولز هتلاقي عندك ريكورد دلوقتي في الفيديو اهو، في اختبار لصوت المايك بتاعها عشان انت اللي تحكم عليه وتكتب لي في الكومنتس اذا كان حلو ولا لا. طيب الريكورد اللي انت بتسمعه دلوقتي متسجل بسماعه الواوي فري بادز SE2، والسماعه دي بتقدم كواليتي مايك محترمه قوي بالنسبه للسعر بتاعها. وصوتك في الزحمه طبعا مش هيبقى اوضح حاجه لان المايك بيلقط الاصوات الخارجيه. انا هنا في مكان مقفول في الاستوديو، فالصوت مش
زحمه قوي حواليا، ولكن في الشوارع الخارجيه وكده يبقى الصوت بالنسبه لك فيه مشكله شويه. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا عن سماعه الواوي فري بادز اس اي 2. خليني اقول لك بصراحه السماعه دي ارشحها لك بشده، لان انا بكل سهوله بستعمل منتجات كتير قوي من واوي، معظم الساعات بتاعتي دايما من واوي، فالسماعه دي ما تقلش حاجه في الكواليتي بتاعها عن البرودكتس بتاعت واوي، رشحها لك وبشده. اللينك بتاعها هتلاقيه تحت في الديسكربشن. وبس كده، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصلكوا على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.